مبروك لكل طلبة الثانوية العامة. أنا جوه المجال الطبي وبقالي سنين فيه، وأول ما اتخرجت كنت بنصح كل الناس إنها تخش تمريض وطب وصيدلة وكليات القمة دي. دلوقتي وبعد 7 سنين في المجال بنصح أي حد عايز يخش المجال ده، كلية طب وصيدلة وأسنان، الكلام ده كليات قمة وعارفين. بس لو باباك مش دكتور أو مامتك دكتورة، لو حالتك المادية مش كويسة، فأرجوك بلاش. طب ليه؟ أول حاجة، مامتك أو باباك دكتورة هتشتغل في المكان بتاعهم، هيبقى معاك فلوس تفتح عيادة. الكليات دي كليات عملية، لازم مذاكرة طول ما انت عايش، بتذاكر وبتمتحن وبتدرس، فمحتاجة فلوس كتيرة جدا ومحتاجة مصاريف. طيب عايز تخش صيدلة، هتشتغل في صيدلية، هتفضل طول عمرك متمرمط. يا اما لو معاك امكانيات تفتح صيدليه او صيدليه باباك او مامتك او حد من العيله، هتبدا تعمل كده. اسنان هكذا. طب كليه تمريض، كليه قمه وكل حاجه، بس كليه تمريض هتقعد 4 سنين بتذاكر، سنه امتياز، هتشتغل وهتكسب مرتب كويس، بس هتفضل في مرمطه مدى الحياه. ليه؟ انت كليه تمريض هتخرج مشرف. دلوقتي استاف التمريض واقع جدا، هيبقى معانا الموضوع ده لحد 2030. ما عندناش تمريض كتير في البلد، وكل التمريض بيسافر. تخرج مشرف، بس المستشفيات مش محتاجه مشرف، هي محتاجه تمريض عادي. فكل الناس هتشتغل كلها زي بعض. طب فرق ايه بين تمريض الكليه وتمريض المعهد؟ 200 جنيه في المرتب. والله 200 جنيه في المرتب، يعني لو ده بياخد 6 ده هياخد 6 و200، حسب الحد الادنى للاجور دلوقتي. فبلاش، مش بعقدكم والله، بس انا خايفه عليكم وخايفه على مصلحتكم. ورئيسنا قال كليه التكنولوجيه هي اللي الجيل بتاعها هو اللي جاي، اللي هيستمر معانا الفتره الجايه، وكليه الاي اي والذكاء الاصطناعي وكل الكلام ده. فنركز ونحدد اهدافنا، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير ونعيشها صح. لو سبت الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على يوتيوب، ولو اول مره تشوفني فخلي قلب لونه احمر ودوس على الزائد اللي جنب الفيديو واعمل سيف للفيديو، وكمان اعاده نشر.